اليوم يا اخوان بنسوي لحوح وبنسوي مغش سمك، فخلوكم معنا وان شاء الله تستمتعون. اللي يسألني عن طريقة اللحوح، والله امي سوته لي الله يرضى عليها، ولكن نفس طريقة الخمير بس سايل، يعني زود عليه مويه. واللي ما يعرف الخمير ما نسوي يسأل امه، واذا امك ما تعرف انا استسلم هنا. خلوكم معنا وان شاء الله نستمتع. اول شي خلونا نسوي السمك. طب السمك لازم زيت زيتون، سليط. سليط اللي هو زيت سمسم. نزل البصل. كيف تعرف السليط حقك اصلي؟ هذا الشكل يدل انه اصلي، ما يحتاج. لحب ننزل السمك على طول. ننزل السمك اللي هو ضيرك، وهذه فلفل اسود وثوم نسميه حوايج عندنا، بنخليه على السمك. ننزل كذا من فوق. رايك تخليه كله. نحاول نحرك على خفيف بس ما نقلب، نبغاه يتقمر من تحت وبعدين نقلب. ما يطول السمك، تقريبا 5 دقائق 7 دقائق. نحاول نقلبه الجهة الثانية. يا سلام. كيف تعرف سمك اصلي؟ اصلي يعني ممتاز اذا ما لصق معاك في المغش ومتماسك. هذا السمك ما شاء الله له اكثر من شهر في الثلاجة، لكن السمك الممتاز ما يخرب. عندنا هنا فلفل رومي وفلفل حار، نزله فوق. عندنا هنا طماطم. دامك احمر ما تستغني عن بهارات امي، البهارات الباردة اللي هو البابريكا بارد. هذه حمراء راح تشوفون اللون. نحرك على خفيف. نسينا الملح، كويس وتذكرنا. كذا خلاص يا اخوان السمك يجهز معنا. نخليه على جنب ونسوي اللحوح. الطاوة خليها تسخن لمدة 5 دقائق، طبعا قد سخن عندي. هذا هو الخليط حق اللحوح. بسم الله. ما تطول معنا، من دقيقة لدقيقة ونص وهي جاهزة يا اخوان. اول ما تغير لونها من تحت خلاص كذا جاهزة. على جنب. شايفين؟ والثانية نسيت اقول لكم حاجة، ترون بدون زيت بدون اي شيء. اهم شيء تكون عندكم الطاوة بس حامية. وهذه الثانية شايفين؟ بيد حانا. هذه 2